ازيكم عاملين ايه؟ كتير من الناس بتعاني من ألم في مفاصل الجسم وبالتحديد مفاصل الرجلين زي الركبتين والكاحل وصباع رجلك الكبير، وكتير من الناس مش عارفة ايه هو السبب وايه هو المشكلة. طبعا في اسباب تانية زي خشونة المفاصل هو بتعمل المشكلة دي، ولكن في ناس ما عندهاش خشونة مفاصل وشباب وصغيرين وبيعانوا من المشكلة دي. طيب ايه الاسباب وايه الاكلات اللي بتسبب ارتفاع او زيادة الألم ده واحنا ما نعرفش؟ مبدئيا كده يا جماعه اللي هتكلم عنه النهارده ده حاجه اسمها النقرس. يمكن كتير مننا يسمع عنها بس كتير ما يسمعش عنها، وكتير ما يعرفش اكلات معينه وادويه معينه بتؤدي لزياده هجمات النقرس، وبالتالي بتؤدي لحدوث الالم. النهارده هشرح النقرس وهشرح اسبابه والاكلات اللي بتؤدي لزياده النقرس والادويه اللي بتؤدي لزياده النقرس والبتنجان يا جماعه، عشان كتير من الناس تقول لك البتنجان ممنوع لمرضى النقرس ولا لا. انا النهارده هشرح الكلام ده كله، بس قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش لو اول مره تتابعني تشترك على القناه وتفعل جرس الاشعارات وتشوف الفيديوهات اللي فاتت، ولو في الاخر عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان خاطر غيرك يستفيد. النقرس يا جماعه بمنتهى البساطه ومش هطول عليكم، هو عباره عن ارتفاع في حمض اليوريك او اليوريك اسيد، ارتفاع في اليوريك اسيد في الدم. اليوريك اسيد ده بيجي منين؟ ده بيجي نتيجه استهلاكك الكتير من البروتينات زي ايه؟ زي اللحوم الحمراء. ولكن اللحوم الحمراء مش كل حاجه بتسبب ارتفاع اليوريك اسيد، لان عندك الفول ودي من البقوليات بتسبب ارتفاع اليوريك اسيد. عندك الاسماك زي سمك السردين وسمك التونه والجمبري والكابوريا، الحاجات دي غنيه بالبروتين اللي بتتحول في جسمك لليوريك اسيد، وبالتالي بتؤدي لارتفاع اليوريك اسيد. مبدئيا كده يا جماعه عشان ما حدش يتخض، الموضوع بمنتهى البساطه ان في ناس بتستهلك كميات كبيره من البروتين والبقوليات وبالتالي جسمها ما بيقدرش يخرج كل الكميه دي، وفي ناس بتستهلك كميات طبيعيه جدا ولكن الكليتين غير قادره على انها تتخلص من كميه اليوريك اسيد دي، وبالتالي بترسب في المفاصل على شكل كريستالات او شكل دبابيس او ابر، بترسب في مفاصل الركبه والكاحل وصباع رجلك الكبير. ولذلك من اعراض اليوريك اسيد المميزه اللي هو شكشكه والم في صباع رجلك الكبير، وبيحصل احمرار وورم فيه. طبعا الموضوع ممكن يحصل في اي مفصل عادي وبالاخص مفاصل الركبه. طيب هتقول لي يا دكتور ايه العلاج؟ مبدئيا كده يا جماعه العلاج طبعا معروف، يمكن الكولشيسين وفي ادويه تانية كتيره، ولكن العلاج بدون استهلاكك لكميات معتدله من المياه ولا حاجه، لان العلاج هيقوم بان هو او دور ان هو يدوب اليوريك اسيد. طب اليوريك اسيد لما يدوب هيخرج من الجسم ازاي؟ ما هيخرج من خلال الميه اللي انت مش بتشربها. فبالتالي لو اخدت علاج الدنيا وانت مش بتشرب كميات كافيه من المياه عشان تخرج اليوريك اللي داب وهيخرج في الميه، يبقى العلاج ملهوش اي عزاء. يبقى نقطه مهمه جدا، الميه لازم تتشرب كميات كبيره. طيب ايه الاكلات التانية اللي احنا ما نعرفهاش اللي بتسبب ارتفاع اليوريك اسيد؟ بصوا يا جماعه، الحاجات اللي بتحتوي على سكر الفركتوز زي البلح والتمر، الحاجات دي غنيه بسكر الفركتوز، وسكر الفركتوز بيقلل او بيعطل او بيزود اليوريك اسيد في دمك بشكل او باخر، وبالتالي بيزود من فرص حدوث هجمات النقرس. طيب ايه الحاجات التانية اللي بتزود برضو اليوريك؟ من ضمن الادويه بعض ادويه الضغط، مش كل ادويه الضغط، ولكن انت لو بتاخد ادويه ضغط وتعارض مع موضوع اليوريك او بيزود النقرس عندك، ضروري تراجع الدكتور وتخليه يغيره لك. الاسبرين يا جماعه، طبعا الاسبرين اتكلمت عنه قبل كده في فيديوهين، فيديو بتكلم عن الاسبرين هل لازم اخده بعد سن ال40 عشان خاطر كوقايه من الجلطات ولا لا، وهل كل الناس لازم تاخده، وشرحت السبب ليه، وشرحت الاسبرين في الاسعافات الاوليه ان هو ما ينفعش في كل الحالات وانه ممكن يؤدي للوفاه. هسيب لكم الفيديوهات في صندوق الوصف تحت. بس يا جماعه الفيديو النهارده هقول ان الاسبرين بجرعاته القليله اللي كتير من الدكاتره بيكتبوها كاستخدام يومي، جرعه وقائيه للوقايه من حدوث جلطات، الجرعه القليله دي بتساعد على تراكم اليوريك اسيد في جسمك، لانه بتعطل الكليتين على انها تقوم باخراج اليوريك اسيد من جسمك. اما بالنسبه للبتنجان فالبتنجان ملوش اي علاقه باليوريك اسيد، لا هو بيزود اليوريك ولا هو بيزود هجمات النقص. البتنجان ده اكله عاديه وحلوه جدا ومغذيه وليها فوائد كتير جدا، ما بيأثرش خالص على اليوريك. الفيديو ده مهم ومش كتير من الناس هتقول لك على الاكلات دي اللي هي بتزود من اليوريك اسيد، وانت ممكن تكون بتستخدمها بشكل يومي وانت مش واخد بالك. ناخد بالنا يا جماعه ضروري من المواضيع دي، ونشرب ميه بكميات كافيه عشان نساعد العلاج على انه يقوم بدوره بشكل كافي. يا رب يكون الفيديو مفيد، وما ننساش في الاخر لو الفيديو عجبنا نعمل لايك وشير عشان خاطر غيرنا يستفيد. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.